بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده هعمله لكم كيكه بالشوكولاته حلوه جدا وسهله خالص، وهنقول في الوصفه على طول بسم الله. انا عندي هنا نص كوبايه سكر، هنزل عليهم بمعلقتين كبار كاكاو خام ومعلقه كبيره نشا ومعلقه ونص دقيق. هنزل بكوبايتين لبن وحوالي معلقه كبيره فانيليا، واقلب كل دوت على البارد لحد ما المكونات كلها تدوب معايا. انا كده دوبت كل حاجه معايا على البارد، وبعد كده حطيتها على النار وهفضل ايدي فيها بالمضرب لحد ما الخليط يبتدي يتماسك معايا. هو كده غلي معايا وخلاص اتماسك وابتدى يتقل. هنزل عليه بقى بمعلقه زبده كده صغيره بتاعت اكل لحد ما الزبده تدوب، وبعد كده هطفي عليه هسيبه يبرد خالص، وبعد كده بقى نكمل بقيه خطوات الكيكه. جاهز دلوقتي لخطوة الكيكة. عندي هنا 3 بيضات، معلقة فانيليا كبيرة، وكوباية سكر. هضرب ده كله مع بعضه لحد ما البيض والسكر لونهم يفتح كده. عندي البيض والسكر لونهم افتح. هنزل بربع فنجان زيت، ربع كوباية يعني، وكمان هنزل بربع كوباية لبن، وهرجع اضربهم تاني ضربة كده خفيفة. انا ضربتهم. هنزل بقى بكوباية الا ربع دقيق طبعا منخول، وعليهم 3 معالق كبار كاكاو خام، ورشة ملح صغيرة خالص، واخر حاجة معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهضرب ده كله برضو كده على الهادي لحد ما كل المكونات تتجانس معايا. هو عندي كده كل المكونات اتجانست مع بعض. انا هفضيها بقى في الصينية. انا مجهزة الصينية عندي دهناها زيت القاع وكل الحروف، وكمان رشاها دقيق. انا هفضي فيها الخليط ومشغله الفرن طبعا مسبقا. هدخلها من تلت ساعه لنص ساعه، وهعملها اختبار طبعا بخل خشب عشان اتاكد انها استوت، وبعد ما تستوي هقول لكم هنعمل فيها ايه. هي كده عندي استوت وسبتها لحد ما تبرد خالص. هسقسقها بس كده بشويه لبن. اخر خطوه عندي بقى هعملها، هجيب المضرب بتاع البيض وهحط فيه صوص الشوكولاته، وهحط هنا معلقه كبيره كريم شانتيه خام وعليها معلقه كاكاو بودره خام برضو. انا هعمل الخطوه دي هضربها بمضرب البيض علشان تبقى قوامها كريمي، وازود كمان النكهه بتاعتها. هضربها طبعا بدون لبن بدون اي حاجه، هو الصوص بس كده مع البودره الخام الكريم شانتيه والكاكاو. بصوا قوامه، عايزه اقول لكم طعمه بجد تحفه. انا هخلعها بس دلوقتي وهفضي الصوص عليها. طبعا زيادة تأكيد الصوص الشوكولاتة انا خليته يبرد خالص وشلته في التلاجة عشان يبقى ساقع معايا. ده شكلها النهائي. انا حطيت لها شويه شوكولاته كده خام بشرتهم وحطيتها على الوش. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا بجد، والصوص كريمي جدا وطعمه تحفه. لو تابعتوا الوصفه ان شاء الله هتنجح معاكم 100%. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.